بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بيكم. لو أول مرة بتشوفني يا ريت تشترك وتفعل الجرس وما تبخلش عننا باللايك الجميل للفيديو. بص الليل يا جماعة الساعة 2 بالليل وجعان ومش لاقي حاجة أكلها. فتحت التلاجة لقيت الحاجات دي، فيلا بينا نعمل لنا حاجة حلوة حاجة حادقة. هناخد الرغيف بتاعنا الجميل، هنحط اللانشون بتاعنا فيه، هنحط عليه جبنة الرومي أو جبنة التركي زي ما بيسموها، مش فارقة. زود جبنة متبخلش انت جعان. ومعلقة سمنة في الطاسة يا جماعة، ونحط الرغيف بتاعنا هنضغط عليه هنضغط. أنا طبعا مبعملش اختراع ولا حاجة، بس هو الجعان بيتصرف وأنا حبيت أتصرف. لما الجنب ده وهنقلب عشان نحمر الجنب التاني. لو مسمعتش الصوت ده يبقى في حاجة غلط يا جماعة. هنطلعه كده ونيجي مقطعينه. طبعا زي ما انتوا شايفين، زي ما يا جماعة ما عملنا حاجة حادقة، يلا نعمل حاجة حلوة عشان نحلي. نحط ميكس النوتيلا بتاعتنا، نعمل فيها شوكولاتة. نحط كمان نحط بقى الطحانية بتاعتنا الجميلة. بس يا جماعة زي ما احنا عارفين، على طاسة فيها معلقة زيت أو معلقة سمنة، نحط كده على النار ونضغط. طبعا يا جماعة زي ما قلت لكم أنا مش بخترع ولا حاجة، بس أنا جعان والجعان بيتصرف. طبعا على الناحية التانية زي ما بتحمر هنحمر الجنب ده. زي ما قلت لكم لازم تسمع الصوت ده، متسمعش الصوت ده يبقى في حاجة غلط. هنفضل نضغط كده عشان الجنب التاني يحمر معانا كده، ونطلعه في طبق. نبدأ نقطع. طبعا هو سخن بس بصراحة ريحته جميلة جدا. عارفة يلا يا جماعة ندوق العظمة اللي احنا عملناها، بصراحة جميل جدا. ألف هنا. قلنا الحادق نجرب الحلو معانا، صراحة طعمه في حتة تانية. ولو وصلتوا معانا اللحظة دي في الفيديو يا جماعة ما تنسوش تحطوا لايك وتصلوا على النبي في التعليقات عشان انتوا تاخدوا ثواب واحنا ناخد ثواب. ده بترك الأثر يا جماعة. قررنا في نهاية كل فيديو هنخصص جزء بسيط هيكون عبارة عن ذكر أو دعاء أو معلومة أو حكمة. ويلا النهاردة مع حكمة اليوم. يقول أحد الحكماء: ما غلبتني إلا امرأة كانت تحمل طبقا مغطاه فسألتها ماذا يوجد بالطبق فقالت فلما غطيته إذن فأحرجتني. لا أقول حكمة اليوم بل حكمة العمر. أي شيء مستور لا تحاول كشفه ولا تحاول أن تكشف الوجه الآخر لأي إنسان، ولو كنت متأكد أنه سيء. كل إنسان منا بداخله جانب سيء يتحاشى حتى عن نفسه. الاهتمام بسرائر الناس يفتح لك باب سوء الظن وظلم الآخرين. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.